الشتا بدأ وجاب معاه الرمان، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بعشق حاجه اسمها دبس الرمان او الرمان عامه. فجبت بقى شويه بصل مقطعين زي ما انتم شايفين، عليهم بقى شويه رمان ورشه فلفل اسود وكمان شويه من دبس الرمان، وقلبت كل ده مع بعض. جبت بقى فرخايه صغنونه كده وابتديت ان انا احشيها بالميكس اللي احنا عملناه. وانا دايما بستخدم فراخ صغيره بحيث ان هي احسن كمان كطعم، ما بستخدمش الفراخ الكبيره دي يعني خالص. اقصى وزن ممكن اجيب فيه الفرخه هو كيلو 100 جرام او 200 جرام بالكتير قوي. المهم ان انا عملت تتبيله حلوه قوي للفراخ، هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو. وطبعا دبس الرمان معانا اساسي في الاكله دي. وطبعا عملت للفراخ مساج حلو كده، وخليت التتبيله تتغلغل في كل الفرخايه. وعايزه اقول لكم ان انا سبتها في التلاجة حوالي 3 4 ساعات. وكتير منكم ممكن ما يصدقش اللي انا هقوله دلوقتي، بس انا يا جماعه شويت الفرخايه دي في الاير فراير. انا سبتها حوالي ساعه ونص على درجه حراره 160، بس انا ماليش دعوه بقى، كل واحد والاير فراير بتاعه. ولكن في الاخر طعمها تحفه، والبصل مع الرمان يا جماعه عاملين ميكس خطير مع بعض جوه الفرخه. وعملت جنبها